السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم يا جماعة في فيديو جديد. فيديو النهاردة إن شاء الله هنشرح حاجة مهمة جدا في العربية، وهي الكان باص. كتير مننا لما بيجي يحط العربية على جهاز كشف الأعطال بيطلع له إن في مشكلة في الكان باص، أو بيجي له كود عطل كده lost communication between ال ECU وال TCM على سبيل المثال. وما بنبقاش فاهمين ايه هو اللوست كوميونيكيشن او ايه هي الكان باص. بيديني كود عطل كان سي لوست كوميونيكيشن لو العطل ده في الكنترول بتاع الموتور، ويقول لي ان هو لوست كوميونيكيشن بكنترول الفتيس اللي هو التي سي ام. خلينا بقى نتعمق كده في ايه هو الكان باص، ايه وظيفة الكان باص، الكان باص ده ايه اللوست كوميونيكيشن ده. طيب ركز بقى كده معايا علشان نمسك الموضوع واحدة واحدة، لأن ده موضوع مهم جدا جدا ومن أهم المواضيع اللي فعلا لو فهمتها وبقيت متمكن من تشخيص العطل فيها هيفرق معاك جدا جدا، سواء في دراستك أو في شغلك في المستقبل إن شاء الله. باختصار بسيط، الكان باص ده عبارة عن مجموعة من الشبكات. الشبكات دي وظيفتها إن هي تخليلي الكنترولات بتاعت العربية تتكلم مع بعض. يعني إيه كنترولات العربية تتكلم مع بعض؟ انت عندك في العربية في اكتر من 50 كنترول، في عربيات ممكن يوصل فيها ل 100 كنترول، في عربيات يوصل فيها ل 150 كنترول. طيب العربية علشان تبالانس مرحلة التشغيل وانت ماشي بيها لازم الكنترولات دي كلها تتكلم مع بعض. طيب واحد ممكن يقول لي هي الكنترولات بتتكلم؟ الكنترولات مش بتتكلم بالمعنى الحرفي، الكنترولات بتتكلم بلغة الإشارة أو بلغة اسمها البالس ويدث موديوليشن. مش عايزين نتعمق في البالس ويدث موديوليشن دي، بس هي بتتكلم عن طريق نبضات إشارات كهربائية سيجنال ماشية في السلوك. طيب خلينا اديك مثال بسيط هيفهمك كل اللي انا بتكلم فيه ده. دلوقتي لو انت ماشي بالعربية، العربية المحرك بيلف، عمود الكرنك بيلف، اللي بيقيس لي سرعة عمود الكرنك هو حساس الكرنك. حساس الكرنك كده اتكلمنا عنه بالتفصيل وقلنا هو شغال ازاي في الفيديو، هسيبهولك فوق او تحت في الديسكريبشن اتفرج عليه. حساس الكرنك ده ليه سرعة معينة، بستفيد ايه من السرعة دي؟ بستفيد ان انا بعرف العربية ماشية على ار بي ام كام، فبالتالي انا عاوز الغيارات بتاعتي سواء كنت عاوزها انا في السرعة الاولانية فمحتاج عزم، ولا ماشي على سرعات عالية فمحتاج سرعة. فمن هنا ببدأ اقيس سرعة عمود الكرنك. الاي سي يو ذات نفسه، سرعة عمود الكرنك دي بتروح لي على كنترول الموتور، الحساس ذات نفسه بيقيس سرعة عمود الكرنك فبتبتدي تروح على على كنترول او وحده التحكم الالكترونيه بتاعه المحرك او الانجن كنترول مديول. طيب انا هنا بقى بستفيد ايه او بنقل الاشاره دي ازاي؟ بنقلها عن طريق شبكه الكان. الاشاره اللي راحت لسرعه المحرك دي بتتنقل لكنترول الفتيس اللي هو الترانسميشن كنترول مديول، فبالتالي انا قدرت اخلي كنترول الموتور يتكلم مع كنترول الفتيس، بحيث ان انا لو محتاج عزم الفتيس يبدا ينقل لي على السرعات اللي هي الاولى، سواء السرعه الاولى او الثانيه. لو محتاج سرعه الفتيس يبدا ينقل لي على السرعات ثالثه ورابعه وخمسه والسادسه كمان. فانا كده استفدت ايه؟ استفدت ان انا خدت اشاره من حساس الكرنك اداها لوحده التحكم الالكترونيه بتاعه المحرك الانجن كنترول مديول، والانجن كنترول مديول وزع الاشاره دي على الكنترولات اللي موجوده في العربيه، اللي استقبلها هو كنترول الفتيس او ترانسميشن كنترول مديول، فبالتالي ابتدى ينقل لي الغيارات بتاعه العربيه على حسب سرعه دوران المحرك. ده مثال بسيط جدا. خلينا، هو الرسمه بسيطه جدا مش معقده ولا حاجه. دي عربيه هونداي توسان اللي هي الان اكس 4 ال 1600 تربو الجي دي اي. ده الوايرنج بتاع الكان باص باختصار بسيط. انا عندي هنا اي سي ام اللي هو الانجن كنترول مديول، او الباور ترين كنترول مديول اللي هو البي سي ام، طالع منه سلكتين وهنشرح بالتفصيل السلوك دي ايه. بس خلينا دلوقتي نعتبر ان دي سلكه واحده اللي هي البي تي ال كان هاي والبي تي ال كان لو، وعندي برضو سلكه واحده هنا اللي هي البي تي ال كان لو والبي تي ال كان هاي. هي دي شبكه الكان. بيبقى عندي زي درايفرات موجوده في الاي سي ام او الانجن كنترول مديول متصله بالسلك ده. فانا السلك ده طالع من الاي سي ام، هو جات له اشاره زي ما قلنا في المثال بتاعنا. الاشاره دي جات له من حساس الكرنك عن سرعه دوران الموتور. الاشاره دي وصلت له، بيبدا يوزعها على بقيه الكنترولات والحساسات اللي في العربيه. فانا عندي هنا الاي سي ام جات له اشاره ابتدى يوزعها. الجزء الازرق اللي هو المستطيل الازرق الكبير دي، هي دي عباره عن فيشه اسمها روزيتا بلغه السوق، بتربط لي السلوك ببعض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي هنا سلك خارج من الاي سي ام، ودي نفترض ان الجزء الازرق الطويل ده مشترك، اعتبره بالظبط مشترك زي المشترك اللي موجود في بيتكم. عملت ايه او استفدت بيه ايه؟
وصلت عليه بقيه الكنترولات. عندي كنترول التي سي ام هنا اللي هو كنترول الفتيس اللي هو الترانسميشن كنترول مديول، ده استقبل اشاره عن سرعه المحرك اللي جايه من حساس الكرنك من المشترك ده، فبالتالي استفاد ان المعلومه اللي جات له دي هيبدا ينقل لي السرعات بتاعه العربيه. طيب خلينا سريعا اشرح لك ايه هي او اجزاء الكامبس. عندي سلكتين كامبس، سلكه هاي بيبقى اسمها هاي وسلكه اسمها لو. الاتنين دول بيشتغلوا ازاي او شكلهم عامل ازاي؟ بيبقى شكلهم بالمنظر اللي انتوا ثانية واحدة، بيبقى بالمنظر ده. سلكتين بيبقوا ملفوفين على بعض بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ودي السلوك دي بتبقى اسمها السلكتين مجدولين دول يعني مربوطين على بعض. انا كده استفدت ايه؟ استفدت ان انا بيبقى عندي سلكة هاي وسلكة لو، يعني سلكة بفولت عالي وسلكة بفولت قليل. ليه عملت الموضوع ده؟ عشان امنع حاجة اسمها التشويش او النويز اللي بيحصل في السلوك، لان احنا عارفين طبعا ان اي سلك ماشي بيتولد فيه مجال مغناطيسي، فالمجال المغناطيسي ده ممكن يعمل لي نويز. الاشاره او الويف بيكون شكلها بالمنظر ده. عندي ده الكان اتش ده اللي هو الكان هاي، والكان ال ده اللي هو الكان لو. الاشاره بتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. خليني اوريها لك من جهاز اوسيلوسكوب. بتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، كان هاي وكان لو. انا عندي الاصفر ده هو الكان هاي والازرق ده هو الكان لو. الاشاره بتاعتهم بتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه سكوير ويف بالمنظر ده. وان انا اعملهم مجدولين، لو حصل لي نويز هنا في الجزء اللي انتوا شايفينه ده مثلا، لو حصل لي نويز في الجزء اللي انتوا شايفينه ده بيتلاشى مع النويز اللي بيحصل لي هنا، فبالتالي الاتنين بيروحوا مع بعض، فميبقاش عندي اي تشويش كهربائي جوه السلكتين. طيب السلكتين دول بيوصل لهم نفس الاشاره بالظبط، يعني الاشاره اللي جايه من كنترول المحرك عايز يدي اشاره لكنترول الموتور، لكنترول الفتيس انا اسف، عشان يبدا ينقل لي الغيارات. هي اشاره واحده ماشيه في السلكتين بس بويف مختلفه، ويف السكوير ويف بتاعتها طالعه لفوق، والسكوير ويف بتاعت الكانو نازله لتحت. خلينا نرجع تاني ان الاي سي ام ده يبقى انا عندي الكان هاي السلك الاولاني والكان لو السلك التاني، والاثنين دول ملفوفين على بعض. وعندي سلك كان لو وكان هاي الاثنين دول برضو ملفوفين على بعض. السلكتين اللي فوق متصلين بكنترولات وحساسات، والسلكتين اللي تحت متصلين بكنترولات وحساسات. انا استفدت ايه من الموضوع ده؟ استفدت ان انا قللت عدد السلوك. انت متخيل لو انا عايز اطلع لكل وحده او لكل كنترول موتور في العربيه او لكل حساس سلك مخصوص ليه، انا هيبقى عندي كم رهيب من السلوك في العربيه، وده هيصعب على المهندس او الفني عمليه التشخيص وعمليه الاصلاح. فلجأت للكام باص دي ان هي شبكه عن طريق سلكتين، انا بعرف اكلم او بعرف اخلي الكنترولات كلها تتكلم مع بعض. فانا عندي هنا سلكتين طالعين من الاي سي ام اللي هو الكان هاي والكان لو، جالهم اشاره بقى، جالهم اشاره من حساس من وحده تحكم الاي بي اس، جالهم اشاره من حساس السرعه، جالهم اشاره من حساس الكرنك. ايا كان كل الحساسات اللي في العربيه دي بتبعت اشاره للكنترول. الكنترول بيبدا يشير الاشاره دي لبقيه الكنترولات عن طريق الكان باص. الكنترول بتاع الموتور ده بعت اشاره للسلكتين دول، او طلع اشاره مثلا عن سرعه العربيه دلوقتي، بيبدا يبعتها في السلكتين دول. السلكتين دول متصلين بمشترك او روزيتا، الروزيتا دي متصل بيها كنترولات. بيبتدي الاشاره دي بتبتدي تروح على الروزيتا دي او السلكتين اللي جوه الروزيتا دي، وبيبتدي الكنترول اللي محتاج الاشاره دي بياخدها، وعلى اساسه بيعمل اكشن زي ما قلت لك بالظبط. في كنترول الفتيس العربيه بتنقل ما بين 2.5 ل 3000 ار بي ام، بتنقل السرعه الاولانيه فالثانيه فالثالثه ما بين الرينج ده. فانا خلاص عرفت دلوقتي ان عدد لفات عمود الكرنك حاليا 2.5 ار بي ام او 2.5 لفه في الدقيقه. فخلاص انا كده تمام. ببدا اعرف التي سي ام اللي انت المفروض تنقل دلوقتي. بيعرف منين؟ بيعرف من الاشاره اللي جايه لي في شبكه الكان. اديك مثال تاني، مثلا الحساس بتاع الفي في تي. انت لو ما الحساس ده احنا قلنا ان هو بيتحكم او بيزود نسبة فتح الصمام عشان يدخل لي هواء بنزين اكتر. ففي مراحل بيقدم او يأخر فتح وقفل الصمام. فدي برضو بتبقى اشارة على حسب دوسة البنزين وعلى حسب كمية الهواء اللي داخله وعلى حسب التسارع وعلى حسب السائق عاوز ايه. انا عندي سي في في دي اكتويتور، ده اختصار Continuous Variable Valve Duration اكتويتور، اللي هو الفي في تي عندي في العربية. فلما انا بدوس على دواسه البنزين بيبدا فتحه الثروتل بتتفتح اكتر، فبالتالي العربيه كده بتindicate ان السائق بيتصارع او عاوز سرعه عاليه.
فبيبتدي حساس الماف او الماء بيقيس لي كميه الهواء، فبيبتدي بنزين اكتر يتحقن. طيب الفي في تي هنا بقى وظيفته ان هو يزود لي فتح الصمام عشان يدخل لي اكبر كميه هواء من البنزين. طيب هيعرف منين؟ هيعرف من الاي سي ام. الاي سي ام بيشارك الاشاره اللي جايه بتاعت السروتل وحساس الماف وحساس الماب عن طريق شبكه الكان دي، فبالتالي الحساس او الاكتويتور بتاع الفي في تي بياخد الاشاره دي من الروزيتا اللي احنا قلنا عليها وبيبتدي يزود لي في فتح الصمام. فخلاص انت كده المفروض فهمت ان انا عندي اي سي ام طالع منه شبكه اسمها الكان. شبكه الكان دي بتكلم او بتخلي الكنترولات كلها تتكلم مع بعض. طيب خلينا اديك مثال تاني. على سبيل المثال مثلا انت دلوقتي ماشي بالعربيه، دوست فرامل مره واحده، اللي بيقيس لي سرعه العجل هي حساسات الاي بي اس او حساسات السرعه السبيد سنسور. فلما تدوس فرامل مره واحده معنى كده ان العربيه سرعتها قلت، فبالتالي الترانسميشن كنترول مديول او الوحده الالكترونيه بتاعت الفتيس تبتدي تسقط لي غيارات. هيتكلموا مع بعض ازاي؟ هيتكلموا عن طريق شبكه الكان.